صباح الخير أو مساء الخير، كل واحد على حسب توقيته. اليوم أصور لكم شوي جزء من يومي. فطبعا اليوم بعد ما خلصت كم شغلة في الشغل، نزلت أنا وربيعتي. قلنا نغير جو، بدل ما إحنا نفطر في المكتب ونطلب من المطعم، قلنا ننزل نفطر في الكوفي اللي تحت. كان الجو صراحة جميل، وكان في تصوير موفي أو مقابلة ما أعرف، بس استمتعنا. عقب رجعت البيت لقيت أشياء ناقصة، رحت اللولو وقعدت لفيت، أخذت باستا صلصة. هالباستا سيف طلبها، حبيتها، صغيرة للأطفال. طبعا أهم شيء شيبس عمان، أتوقع الكل يحبه، لذيذ لذيذ لذيذ. طبعا هاللبن ما يفضى من بيتي، كثير أحب الألبان اللي تكون بالنعناع والكمون. أخذت كوفي طبعا، كنت أدور شيء خفيف. الكيكة هذه كثير أحبها، موجودة في اللولو ب6 دراهم تكون موجودة، وفيه منها نكهات، بس اللي قريب من بيتي يجيب دايما نكهة واحدة. كنت قاعدة أدور في الكوفي، أخذت بعد. المهم أخذت كم شغلة، لبن، زبادي، على أشياء خفيفة، جبن للبيتزا. والله شغلات بسيطة يعني، بس انصدمت بعدين في قيمة الفاتورة صراحة. يعني والله الواحد ما يعرف شو يقول لكن الحمد لله يا رب. هذا يوم رجعت البيت، قصينا البطيخ وقعدت أرتب الأغراض وأرويكم الفاتورة كيف طولها، مع أنه والله شغلات بسيطة. بعدين قلت خليني أبخر البيت، يا لهوي من اللي شفته. فتحت الكبت وانصدمت بكبت البخور كيف شكله. يعني ما أعرف، الفترة اللي راحت لأني انشغلت مع العيال وزوجي ومرضهم وتعبهم والعمليات اللي سووها، فأصلا كنا ما نبخر لأن العمليات كانت كلها في الخشم. فقلت لا 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 لا، الحين تنظيف وترتيب، ما أحب شكل البخور بهالطريقة، يلا بسرعة. جبت الكيس الأسود على أساس على طول الأشياء اللي ما أباها ترمي في الزبالة، خلاص الأشياء اللي ما تستخدم ترمي في الزبالة. هني طبعا العيال كانوا قاعدين يساعدوني، فنزلت كل البخور، الفحم، أدوات تشغيل البخور، المباخر، نزلتها كلها، حطيتها على الأرض زي ما أنتم شايفين، ويلا بدينا شغل. طبعا شايفين الكمية كبيرة، هذه تقريبا نصها تخلصت منها، نصها أو أكثر بعد والله تخلصت منها، لأن في شغلات لها قديمة. تخيلوا يعني في شغلات لها فوق 4 أو 5 سنين عندي، فيكون خلاص العطر حقها خلص، أو خلاص أكون أنا تشبعت من ريحتها ويكون باقي منها كمية بسيطة، ما أريدها. فيا أعطيها أحد أو إني أرميها. يعني شوفوا هذا البخور مثلا، مع أنه من فترة قريبة اشتريته، بس شكل نوعيته مش أوكي لأنه نشف على طول، نشف. شوفوا صار ناشف، حتى ينقص تقدرين تكسرينه بقوة، وما فيه البخور نفسه، العطور ما تشوفينها على إيدك. طبعا هذا البيور أنا كثير أحبه. عندي منه 3 أنواع، ورد النسيم ونرجس، وفي واحد لون أخضر نسيت شو اسمه، وايد أحبه. برويكم الحين كيف البخور الفريش كيف يكون من داخل، لأنه في فرق. يعني لازم يوم تاخذين البخور تكونين عارفة أن هذا فريش أو مش فريش، أو يعني مليان عطور أو ناشف. إذا هو ناشف ترى على فكرة راح تشمين ريحة حريق في البيت، ما راح تشمين ريحة البخور نفسه، راح تشمين ريحة حريق. شوفوا كيف يكون اللون كذا، تكون قطعة البخور كأنها مغمسة في عطر، وأول ما تمسكينها تبدأ الإيد تصير كلها عطور. فهذا العطور يعتبر فريش ويعتبر ممتاز جدا. أنصحكم في هذا العطر، إذا أنتم في الإمارات تطلبوا من عندها دخون النرجس بيور، يجنن ريحته ثابتة في البيت. هذا بعد دخون شموخ العز، وايد حلو من نفس الشركة، فريحته كثير حلوة. المهم بديت الحين التنظيف. رشيت طبعا ملمع ومنظف للرف. قبلها طبعا كنسته من آثار البخور، طبعا يكون في فتافيت كذا بخور صغيرة كنستها. أخذت هذا كان عندي من زمان من إيكيا، زي المفرش البلاستيك للرف. أخذته وفرشت فيه الرف. طبعا أحسن صراحة حسيته، على أساس أن أنا أقدر أرتب وأنظف وأمسحها بسهولة. هني أخذت القطع زي المخزنات أو المنظمات، مخزنات ما أعرف من وين جبتها، المهم منظمات، رفيت فيها
صفيت فيها البخور. وهنا عندي هذه صينية وفيها مبخرة، صفيت فيها باقي البخور. طبعا هني هذه مباخر رمضان، نظفتها ورتبتها، حطيتها كل المباخر طبعا بطريقة معينة. هذه القطعة الألمنيوم هذه نحطها فوق المبخرة على أساس أنها ما تتوسخ من داخل وتحترق. إنزين، فيكون شكلها أنيق ومرتب صراحة، وتحافظ على شكل المبخرة. فالمهم رتبتهم. هذيلا طبعا بخاخات المفارش، إنزين، والأرضيات والأثاث. هذه بعد الثانية من ياس للعطور، أنصحكم فيها، البنية جدا جميلة. هذا ياس وايد حلو، ريحته صراحة معتمدتها كثير لبيتي، أحبه، ريحته شيء غريب ما أعرف شو هي. المهم هذا بعد الترتيب والتنظيم، لو تلاحظون تقريبا نص العطور والبخور اللي عندي رميتهم، لأنهم زي ما رويتكم صاروا ناشفين، فخلاص ما أحتاجهم لأنه ما راح يعطوني الريحة اللي أنا أباها. فرميتهم وخليت الأشياء اللي لسه فيها البخور اللي فيها العطور وعقب رحنا عدلنا جلابية دانا العيد الاتحاد، عندها حفلة إن شاء الله يوم الثلاثاء، فوديتها الخياط يعدلها ويعدلها القياسات. وكنت في خياط ليفل، هو خياط العبايات بس عنده خياط ملابس. عقب كافأت نفسي واخذت العيال المول، ورحنا تعشينا في المول في مطعم تركي اسمه مطعم البسفور. كان أكلهم صراحة لذيذ جدا. هذه سلطة زيتون، هذه كبة. الكبة هذه إذا بتطلبونها انتبهوا يوم تاكلونها لأنها تقطر من داخل زيت. الخبز حقهم كثير حلو صراحة، فريش وحار. هذه دانا وسيف يقول لكم حبتين. وسيف يرويكم الزرافة، إنها نظارتها ترتفع فوق. هذه المطعم أجواء كانت جدا لطيفة، مع أن احنا نروح له في الويكند، بس الويكند يكون كثير زحمة. هاليوم اللي رحت له كان كثير فاضي، تقريبا ما كان فيه إلا 3 طاولات محجوزة. طبعا كان طلبنا كفتة، كانت صراحة لذيذة، يكون معاها عيش وصوص أحمر. إنزين، والطلب الثاني كان أسياخ زي التكة، ويكون معاها برغل. صراحة هذه كانت أحلى، التكة هذه الصغيرة كانت كثير أحلى. شوفوا كيف مبهرينها ببهارات تركية عثمانية جدا لذيذة. تعشينا الحمد لله ورجعنا البيت، أخذنا لفة شوي في أبو ظبي. أتمنى أن الفيديو عجبكم، وأتمنى أن أنتوا تحطوا لي شير ولايك وسبسكرايب، وتنشرون الفيديو لكل أصدقائكم وكل أهلكم وكل معارفكم، وتكتبوا لي تحت شو الأشياء اللي أنتوا تبوني أحطها، شو الأشياء اللي أنتوا تبوني أصور لكم إياها في أبو ظبي أو في الإمارات بصورة عامة. وادعوا لي وادعوا لعيالي، وربي يحفظكم جميعا، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم، وتكون أيامكم كلها سعادة وكلها هنا وكلها معطرة بكل أنواع البخور والعطور. والله يحفظكم جميعا.